السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسولنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط، والناس اللي داخله القناه جديد شرفوني ونوروني. وانواع البط بنقولها في كل فيديو يا جماعه عشان الناس اللي بتخش القناه جديده او الناس اللي بتسال على انواع البط اللي عندي. طبعا انا عندي البط الابيض ده بدا صوته يطلع بقى ويقرفني في صوته. يعني عايزه اقول لكم انا من عشاق البط البيور الفرنساوي في اكله، بس مشكلته عندي صوته، يعني ما بحبش اجيبه بسبب صوته. المهم البط الابيض ده يا جماعه بيور فرنساوي، والبط الاسمر فابيض ده مسكوفي ار 41. هي بطه بلدي اللي عندي بقى ورا خالص اهي، هناك اهي اسود فابيض، دي بطه بلدي سوداني حر. طبعا انا جايبه البطه دي سايباها عندي كده، كنت جايباها من والدتي، كانت طالعه عند والدتي برده من الرقد هي وكميه بط، فانا خدتها لان ربنا يكرم ان شاء الله بامر الله، بامرك يا رب، يعني بدون ما اقطع ربنا اذلنا وكان لنا نصيب ان احنا نعمل السلاله دي. انا جايبه البطه البلدي دي ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل سلاله مسكوفي خليط، نعمل سلاله مسكوفي خليط. مسكوفي الخليط بيبقى عباره عن ايه؟ عن ذكر مسكوفي وبطه بلدي سوداني. ذكر مسكوفي خليط، ذكر مسكوفي ار 41 وبطه سوداني بلدي، يبقى الانتاج اللي بيطلع مسكوفي خليط. المسكوفي الخليط دي بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الذكر مسكوفي زي اللي قدامكم ده، وبيبقى البطه بلدي زي اللي هناك دي اللي انا وريتها لكم، ده المسكوفي الخليط. فاحنا ربنا يسهل ان شاء الله ونعمل ايه؟ ونعمل سلاله ان شاء الله ونعمل منها مسكوفي خليط. انا سايبه البطه البلدي دي هنا علشان كده. طب حد يقول لي ليه يا ام مصطفى ما بترقديش ذكر مسكوفي مع بطه مسكوفي؟ المسكوفي الصافي ما بيرقدش. المسكوفي الصافي اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اهو، لو باض ما بيرقدش، يعني ممكن يبيض بس ما بيرقدش على البيض، ما بيفقسش، ما بيطلعش بط ولا بيرقد على البيض. اللي بيرقد على البيض المسكوفي الخليط، اما يكون البطه مسكوفي خليط، ما يكون النتايه مسكوفي خليط. لكن النتايه لو مسكوفي صافي بتبيض بس ما بترقدش. لكن النتايه المسكوفي الخليط اللي هي بيبقى الذكر مسكوفي والنتايه بلدي طالعين مسكوفي خليط، المسكوفي الخليط بقى اللي هي النتايه بتبقى منهم دي اللي بتبيض وترقد. الناس بقى بيقولوا احسن انواع البط الرقد ايه؟ رقم واحد البط البلدي يا جماعه، اللي هو ده البطه البلدي اللي هي الاسمر فابيض دي رقم واحد في الرقد. هي اصلا دون عن البط باينه اهي، المسكوفي كله تحسه الاسود اهو فابيض بسيط، دي صودا فابيض، كلها صودا فابيض. البياض الريش الابيض عندها اكتر من الاسمر، فاللي هي صودا فابيض. هي البطه الوحيده عندي اهي اللي اللي في صودا فابيض دي بلدي سوداني اللي هو البلدي الايه الحر بتاعنا. البطه دي بقى اللي هو البط البلدي بتاعنا ده رقم واحد في الرقد. اللي عايز يعمل سلاله رقد عنده في بيته ويرقد بط في بيته، البلدي السوداني رقم واحد. البط البلدي السوداني اللي هو البلدي الحر رقم واحد. تاني حاجة البط المسكوفي الخليط اللي هي النتاية مسكوفي خليط. نتاية مسكوفي خليط بيبقى الذكر مسكوفي والنتاية بلدي مطلعين رقد منهم مسكوفي خليط. يعني أحسن أنواع البط اللي أنت ترقدي منه البط البلدي والبط المسكوفي الخليط. لكن المسكوفي الصافي لا، اي نوع. ممكن البط البيور الفرنساوي ده يبيض وما بيرقدش كمان، ما بيرقدش مليون المية، ما بيرقدش مليون المية. لكن الانواع اللي حلوه في الرعد البلدي السوداني بتاعنا والمسكوفي الخليط، لو انت عايزه ترقدي عندك في بيتك بقى. فاحنا ان شاء الله بامر الله يمكن نعمل سلاله كويسه من البط ده بامرك يا رب. عايزه اقول لكم الحمد لله انا متابعه الفضلات، متابعه كل حاجه الحمد لله. اعزكم الله. طبعا بصوا دي الفضلات يا جماعه بتاع البط، اعزكم الله. نشوف حاجه تانية اهي لسه حالا اهو، دي الفضلات اهي بتنقل اهي معاكم بالكاميرا اهو، اعزكم الله. طبعا الطبيعي اهو نروح هناك كده اهو، بصوا في جميع الاماكن انا بصور لكم اهو، حتى في الميه اهو متابعه الفضلات حتى بتاعت البط. يعني انا حتى متابعه فضلات البط، لازم بصي تخشي تبصي على الحمام. ممكن يكونوا محتاجين سقوه، اللهم صل على النبي يا شيح، ممكن يكون في اسهالات ولا في حاجه لا قدر الله عشان الاكل اللي بياكلوه بس يبان عليهم. لو عندهم اسهالات وبياكلوا، لو انت حطيت لهم حتى
علف صافي 24 ساعه في ال 24 ساعه، وبياكلوهم علف صافي وفي اسهالات مش هيبان عليهم اكل. فاحنا بنبص على الفضلات في جميع انواع الطيور، مش فراخ بيضه بس. والفيديو اللي انا نزلته لكم يا جماعه امبارح اللي هو بتاع البيتادين الجروح، اللي هو كوقايه من الفيروس والميكروب والعدوى اللي بتبقى في الجو دي، اللي قصدي على الفراخ البلدي. بيتادين الجروح ورافع المناعه ما بيتحطوش الا للفراخ البلدي والبط وانواع البط. بتدين عشان الناس اللي بتسال وتقول هو ينفع يا ام مصطفى تدين الجروح دي للفراخ البيضاء؟ لا طبعا يا جماعه، الفراخ البيضاء انت مسايباها على سطح. احنا بنجيب بتدين الجروح ده وبنجيب رافع المناعه ومثلا ممكن نحط غطا كلور على الميه. الطيور اللي هي انت مسايباها على السطح، الطيور اللي انت مسايباها على السطح دي اللي احنا بنحط الحاجات دي لها، زي الفراخ البلدي، زي اي انواع البط، اي انواع فراخ بلدي، اي انواع بط. لكن طبعا البتادين الجروح البشري ده ما ينفعش. الفراخ البيضاء ما بيتحطش الفراخ تسمين خالص يا جماعه، ولا فراخ بيضاء ولا فراخ ساسو تسمين. اي نوع تسمين ما بيتحطلهوش ما ينفعش تحطي له بتادين جروح بشري. احنا بنحط للبط والفراخ البلدي، لان انت بتبقي الحاجه دي مسيباها على السطح، فلازم انت تكوني عايزه وقايه. وقايه بايه بقى؟ الحاجات اللي انا قلتها لكم امبارح وبقولها لكم النهارده: رافع مناعه، بتادين جروح بشري، غطا كلور على الميه، تخرطي بصل، تديهم بصل كده، مش مهم تعملي خلطه، خرطي بصلتين 3 كده تقلبوهم على العلف حتى بالسكينه وانت واقفه. مضاد حيوي طبيعي. بصي على الفضلات، شوفي في اسهالات، في حاجه. ما حد يقول لي ده بط، بط ايه يعني بط؟ ما ممكن يكون عنده اسهالات، وكل الاكل اللي انت بتعمليه وتتعبي وتكلفي نفسك ما بيبانش عليهم، لان في اسهالات. طول ما في اسهالات ما فيش اكل هيبان على البط. لو حطيتوا له زي ما قلت لك وبقول لك تاني كل يوم ال 24 ساعه في ال 24 ساعه علف صافي، حتى طول ما في اسهالات مش هيبان وزن على البط. بالعكس لازم انا بخش ابص، اطل هنا عند الحيطه اهو. بصوا البط اهو اهو، اعزكم الله اهو، لسه حالا من شويه اهو وانا بسجل معاكم اهو. بخش ابص على وببقى قاعده كده اسجل واخلص معاكم، او ممكن اطلع ما اسجلش وابقى قاعده حاطه لهم اكل. وحتى جردل والله واو، جردل دي بحطه هنا اهو، وبقعد قصادهم اشوف البط الابيض الحمام بتاعه لونه ايه، البط الاسود دي الحمام بتاعه لونه ايه، في لون بيتغير، ممكن انزل اعمل سقوه. هو كده يا جماعه، لازم تهتم بالحاجه. هو لازم تهتم بالحاجه، ما اهتمتيش بالحاجه هتضيع منك. ما اهتمتيش بالحاجه الحاجه هتضيع منك. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا كنت هنا الصبح يعني فضل على العصر بالظبط نص ساعه. انا كنت هنا الصبح بسم الله ما شاء الله، كنت عامله لهم وجبه وعملتها معاكم كذا مره الوجبه دي وانتوا شفتوها. ببقى ماليه البوله دي وماليه الميه، وكنت حاطه لهم في الميه برده النهارده بتادين جروح. حطيت امبارح وحطيت النهارده، بحط مرتين 3 في الاسبوع بس، ما بقى ازودش عن كده. بس اسمي بحط والحاجه دي بتبقى وقايه، اسمي بحط والحاجه دي بتبقى وقايه. ماشي؟ انا حبيت برضو تبقوا انتوا معايا في كل حاجه. طبعا احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغير الميه اهي، لان بصوا الميه عامله ازاي، اعزكم الله. طبعا الميه وسخه خالص، هنغير الميه ونغسل الصينيه. وطبعا هم ما عندهمش اكل زي ما انتوا شايفين، هنحط لهم اكل. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، طبعا انتوا عارفين اللي بيعك الدنيا ومتفقين مع بعض في الكلام ده وقايلينه قبل كده، اللي بيعك الدنيا ميه وبيبهدل الدنيا ميه وبيستحمى اصلا بالميه وهو حيوان مائي كمان اكتر من اي انواع البط، هو البط الابيض ده. هو البط الابيض ده. طبعا بقى انا يوميا كده سوا معاكم على الفيديوهات، سوا من ورا الفيديوهات، انا على طول زي ما انتوا شايفين كده بجيب سكينه المعجون زي كده او المساحه اهي، او المساحه يعني انا عاملاها للامانه بالمساحه وحاجات بسيطه بسكينه المعجون. اللي سعفت معايا اكتر المساحه. ليه بقى؟ عشان هي فيها ميه، هي فيها ميه، عشان كده المساحه مشيت على طول وكومتها بسرعه. لكن لما يكون ناشفه طبعا عايزه سكينه المعجون. طبعا المكان ده كله اللي هم بيغرقوا ميه مطرح ما بيشربوا، رغم ان انا حاطه صينيه اهو، المفروض الميه تقع على الصينيه، بس صينيه مين مع البط الابيض دي ما فيش صينيه ولا فيش اي حاجه تحوش الميه. المهم احنا اول باول كده عشان العكه برده، وعشان اعزكم الله مع الميه مع الحمام بتاعهم ما نبهدلش السطح برده والصبه بتاعتنا والريحه، ويتراكم علينا ايه السبله دي اللي هي الفضلات بتاعتهم. فاحنا كل يوميا اروح جردها كده وشايلهم حاجه بسيطه خالص، جردهم وشايلها. واعمل ايه بقى؟ ابدل المكان، يعني المكان ده غرق ميه اهو وانا نضفته عشان يتهوى وينشف، اروح جايب مكان نضيف زي كده حتى الميه، يعني بروح جايب قبل زي كده اهو بعيد خالص اهو، حتى الايه، حتى الميه هنا
والمكان المبلول ده وياخد بقى وش الشمس ويفضل طول الليل لغايه تاني يوم الصبح، ابص الاقيه نشف. لان دي سطح طبعا ومكشوف يا جماعه، مش اوضه، سطح ومكشوف وبينشف على طول، غير الاوض المغلقه الشمس ما بتخشلهاش ولا الهواء ولا الشمس ولا الكلام ده، فهو بينشف على طول. فاحنا بنبدل في مكان نضيف وعقبال ما المكان اللي احنا نضفناه ينشف. ماشي. طبعا بقى احنا الرده عندنا، انا كنت عامله الخلطه ومش عامله معاها الرده، مش مقلبه عليها الرده. المهم هي الرده عندنا خلصت ان شاء الله بامر الله. هجيب رده. طبعا احنا حطينا لهم العلف اهو، العلف بتاعهم اهو. دي الخلطه اللي انا عاملاها ممتازه جدا جدا يا جماعه. الخلطه دي ممتازه جدا جدا، وكل فيديو بقولها. علف في صودا 21%، عيش مدشوش بشيشه، اللهم صل على النبي، رده، صدف، ملح، حاجات عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، سن فول اللي هو كسر الفول بتاع الطعميه، حاجات ممتازه جدا. بصوا بقى البط، مع ان انا كنت عنده الصبح وحاطه له علفه اكتر من دي كذا مره، وكان بقيه الرده كلها فضيتها، يعني حتى بقيه الرده اللي كانت في الشكاره كلها انا فضيتها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. البط بياكل اهو، تابعي برضه، البط بياكل، البط ما بياكلش، خليكي متابعه برضه اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. البط بتاعنا اللهم صل على سيدنا محمد. طول ما انت بتهتم بالعلفه وبتعمليها كامله، بتعمليها فيها جميع الغذاء، فيها جميع الفيتامينات، فيها جميع الكالسيوم، مش هتبصي ولا هتلاقي افتراس ولا هتلاقي نهش ولا هتلاقي اي حاجه. هيبقى بسم الله ما شاء الله حجم البط زي الخروف عندك، حجم البط هيبقى زي الخروف عندك. طول ما انت بتهتمي بالوجبه والعلفه بتاعتهم، حجم البط هيبقى زي الخروف عندك. ماشي. تعالوا بقى نحط الميه، احنا مالينا الميه، نحط الميه بس هنشيل بس اعزكم الله شويه الايه، السبله اللي طلعوا دي دول زي ما انتم شايفين كده. حطينا الميه اهي، طبعا شلنا اعزكم الله السبله اللي كانت في الارض اهي عشان الارض هي تنشف. بسم الله ما شاء الله حطينا الميه والبط بدا يشرب اهو. بط جعان على فكره، مع اني والله عامله له وجبه الصبح بسم الله ما شاء الله يعني عليها، بس احنا عايزين ايه، احنا عايزين ياكل كل ثانيه، احنا نفسنا ياكل والله ويشرب، مش عايزين يعني. بالعكس ده البط لما بيكون قطع الاكل او اي طيور عندك قطع الاكل بتبقى الواحده مننا اصلا زعلانه، لكن انا لو هحط اكل كل شويه وياكل، انا عايزاه ياكل، انا عايزاه ياكل عشان يسمني كده ويبقى في حلو كده ويلحق رمضان معانا ان شاء الله. كده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. بس بالله على كل شاهد الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه الجديده يشرفنا اشتراكه، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.